بقى معقولة مش هقدر أخلف غير بعد العملية؟ طب أجيب مصاريفها منين؟ وأعمل إيه بس يا رب؟ ده كشف الدكتور لوحده خد مني مرتب شهر. يا ريتني ما جيت ولا عرفت حاجة. يا رب صبرني يا رب، يا رب قويني يا رب. أنا أمل، 38 سنة. قصتي بدأت من وقت ما اتجوزت علي. عشت وجع وحياة صعبة 8 سنين كاملين. حماتي تبقى خالتي. زمان قبل الجواز كانت بتحبني قوي، كانت تتمناني لابنها، لكن من وقت ما خلفت سما بنتي وهي اتقلبت عليا 360 درجة. ومن وقتها كل شوية تقولي مش هنشوف لك حتة عيل؟ أنا عايزة ولد يتسند عليه ابني لما يكبر ويقف في ظهره. الأول كنت بسمعها واسكت وعدي، لكن لما زودتها قوي معايا في الكلام بقيت أرد وأقول لها أنا مش معيوبة وإنتي عارفة الكلام ده، والدليل إن أنا خلفت سما عادي. وأكيد عارفة كمان إن اللي بيحدد نوع الجنين يا حماتي هو الراجل مش الست، يعني الحمد لله أنا سليمة. ترد وتقولي يا زين ما جبتي يا حبيبتي، وإحنا خدنا إيه من البنات إن شاء الله وخلفتهم غير وجع القلب والهم؟ أنا عايزة راجل يقف في ظهري وظهر ابني. كلامها نرفزني قوي، وقلت لها بعصبية مالهم البنات؟ ما أنا واقفة في ظهر ابنك أهو. كنت اشتكيت ليكي في حاجة؟ حمد ربنا على كل حال وأي عيشة معاه. وكعادتها لما ما يعجبهاش الكلام تعوج بقها وتسيبني وتمشي. وبسبب كلامها بدأت أفكر في حل. أنا ليه ما خلفتش من بعد سما؟ ويا ترى إيه المشكلة وأنا مش باخد أي موانع حمل؟ وفي يوم وأنا شغالة في محل الهدوم اللي بشتغل فيه سمعت واحدة بتتكلم مع صاحبة المحل عن دكتور نسا وقد إيه هو شاطر، وإنها ما كانتش بتخلف، ومن بعد المتابعة معاه بقت حامل وربنا كرمها بتوأم. وبعد ما خلصوا كلام خدت من صاحبة المحل اسم الدكتور وعنوانه. فكرت وقلت ما تروحي يا بنتي يا أمل وتجربي حظك وتعرفي العيب فين. وفعلا قررت أروح له بس من غير ما أعرف أي حد. ولما وصلت هناك خدت أول صدمة لما عرفت إن تمن الكشف 1500 جنيه. إيه كل ده بس؟ يا رب، ده مرتب شهر كامل. بس مش مهم، هدفعهم وأعرف المشكلة فين علشان أريح حماتي وأسكت لسانها اللي عامل زي المبرد ده. دفعتهم واستنيت دوري ودخلت للدكتور، ويا ريتني ما دخلت. كشف عليا من غير ما ينطق ولا كلمة، وبعدها قال لي واضح إنك عندك تكيسات على الرحم ومحتاجة عملية هتتكلف 10,000 جنيه، وأول ما تعمليها هتقدري تخلفي على طول. ودي كانت صدمتي التانية، عملية وبالمبلغ ده؟ أجيبهم منين يا رب؟ طب يا دكتور مفيش أي حل أو علاج يكون سعره أقل شوية؟ للأسف يا مدام أمل مفيش حل غير العملية. قلت له بكسرة وأنا مش قادرة أرفع راسي طب ما ينفعش نقسط فلوس العملية وأنا والله هدفعهم كلهم؟ بصلي وقال لي أنا آسف يا مدام والله بس للأسف ما ينفعش. رديت وقلت كتر خيرك يا دكتور، وأخدت بعضي ومشيت. مشيت وأنا مكسورة وقلبي بيوجعني. طب هعمل إيه مع حماتي وعلي؟ واتصرف إزاي؟ دبرني يا رب. روحت على بيتي وأنا نفسي مكسورة ويا ريتني ما روحت. دخلت لقيت حماتي قاعدة ومعاها واحدة وبنتها. أنا عارفة إنهم جيراننا في الشارع، لكن يا ترى جايين ليه؟ دخلت سلمت وقلت السلام عليكم، ازيك يا خالتي وازيك يا عفاف؟ ردوا عليا من غير نفس وقالوا بخير يا اختي. ولسه هقول منورنا والله لقيت عفاف الحرباية بتنطق وتقول انا ما عنديش مشكلة اتجوز علي وان شاء الله اجيب لك الولد اللي نفسك فيه. اتصدمت، واد ايه وجواز ايه؟ هو انا ناقصة صدمات جديدة؟ ليه الوجع ده كله يا رب؟ هلاقيها منين ولا منين؟ لقيت نفسي بزعق واقول جواز ايه يا اختي يا بايرة انت يا اللي محدش معبرك؟ اطلعي بره انت وهي. وبكل عصبية وصوت عالي قلت بره. حماتي قدام عصبيتي ما قدرتش تنطق وهم طلعوا جريوا. دخلت اوضتي وقعدت مع نفسي وسرحت. وقتها افتكرت كل حاجة من يوم ما اتولدت لحد النهاردة. لما كنت صغيرة أهلي كانوا شايفين إنه تعليم البنت ملوش أي لازمة
وإن البنت مهما اتعلمت مصيرها لبيتها وجوزها وتربية ولادها. في بلدنا هنا ما كانش في بنت بتكمل بعد الدبلوم، فقرروا إن أسيب تعليمي وأتعلم شغل البيت علشان أنفع وأبقى ست بيت شاطرة وأتجوز. ولما كملت 24 سنة لقيت أمي بتقولي جايلك عريس يا بنتي يا أمل. وعريس إيه؟ ما يترفضش، ومش هيكون عندك حما زي باقي الحموات، وهتعيشي مرتاحة. أول ما قالت كده فهمت إنه علي ابن خالتي، وطبعا البنت ملهاش أي رأي في بلدنا ولازم أوافق على طول. وفعلا وافقت واتجوزنا. كل حاجة حصلت بسرعة كبيرة، ملحقتش أحس بأي حاجة ولا الخطوبة ولا أي حاجة. فجأة لقيت نفسي معاه وبقيت مراته. علي راجل طيب، مش هنكر إني بحبه ولا إني عايشة معاه مرتاحة، بس عيبه الوحيد إنه ماشي ورا كلام أمه وما بيزعلهاش أبدا. بعد 2 من جوازنا خلفت بنتي سما، وبعدها على طول أمي ماتت، اللي كانت مصبراني على كل حاجة في الدنيا ماتت، راحت وسابتني لوحدي. صرخت، عيطت ساعتها، الدنيا سودت في وشي. ليه يا أمي سبتيني؟ ليه؟ يا أمي، فراقك صعب أوي يا غالية، من بعدك ما بقاش ليا حد. يومها خالتي أخدتني في حضنها وقالت لي أنا معاكي يا بنتي وعمري ما هسيبك وهحطك جوه عينيا. دخلت في حضنها وفضلت أبكي وقلت الغالية راحت يا خالتي، دنيتي كلها راحت. فضلت في حضنها أعيط ليلتها لحد ما نمت. بعدها بكام شهر لقيت خالتي بتطلب مني طلب غريب. قالت لي أدور على شغل علشان أساعد علي في المصاريف، مع إن ده في بلدنا عيب قوي، والست عندنا اللي تخرج من بيتها علشان تشتغل يبقى جوزها مش راجل. بس أنا وافقت على طول علشان كنت عارفة ظروف جوزي، وقلت ما فيهاش حاجة لما ساعده، ده مهما كان جوزي وابن خالتي وبحبه. وفضلت أدور لحد ما لقيت شغل في محل الهدوم اللي أنا شغالة فيه دلوقتي، واستمرت حياتنا على كده. وسما بقى عندها 6 سنين، وخالتي ما عندهاش غير كلمة واحدة على لسانها المؤذي: هنشوف الواد امتى، وهتجيبي ولي العهد امتى اللي هيفرح قلبي. فقت من شرودي وسرحاني في الماضي الأليم لما سمعت صوت علي بينادي عليا، فعملت نفسي نايمة، لأنه فعلا اليوم ده مش مستحمل صدمات تانية. ومن بعد اليوم ده بقيت كل ما ارجع البيت ألقى خالتي معاها بنات وستات، ما هي قاعدة بتختار عروسة لابنها من غير ما تعمل أي حساب لمشاعري ولا أي اهتمام. بس أنا كنت واثقة في علي وإنه عمره ما هيعمل فيا كده، لأني كنت عارفة إنه بيحبني زي ما بحبه. واستمرت حياتنا على كده لحد ما في يوم قلت لعلي إني عندي ضغط شغل واحتمال أتأخر لبالليل. بس بعد نص ساعة حسيت بدوخة وما قدرتش أكمل، واستأذنت من صاحبة المحل وروحت. دخلت البيت لقيت الدنيا هادية قوي، حمدت ربنا إنه ما عندناش حد، ودخلت أوضتي علشان أرتاح. وهنا كانت أكبر صدمة ليا، جوزي وفي حضن واحدة تانية، وعلى سريري وجع صعب قوي وكسرة قلب مش عادية. أول ما شفتهم ما حسيتش بنفسي غير وأنا بصرخ. صرخت وقلت ليه يا علي كده؟ أنا عملت فيك إيه علشان تخني في أوضتي وعلى سريري؟ لقيته بيقولي اهدي يا أمل، اهدي علشان لازم تتقبلي الوضع الجديد وتعرفي إن دي ليها حق فيا زيك بالظبط. حق إيه إن شاء الله؟ ومين دي؟ فهمني. قال لي ببرود شديد دي مراتي على سنة الله ورسوله. مراتك؟ وبتقولها بمنتهى البساطة كده في وشي؟ يا جحودك يا جبروتك يا أخي، وقدرت تقولها إزاي؟ انت بجح بشكل هانت عليك العشرة والعيش والملح، بقى تمشي ورا كلام أمك وتبعني وتجرح قلبي ليه؟ ده أنا عمري كله ضاع عليك وضحيت كتير علشانك. لقيت خالتي داخلة وبتقول جرى ايه يا أمل؟ معرفتيش تجيبي الواد؟ يبقى هي تجيبه، ايه زعلك في كده طالما كله بالحلال؟ بصت لها باستحقار ومسحت دموعي ومسكت أعصابي وقلت لها صح يا خالتي، هي هتجيبه. بس أنا عايزة أسألك سؤال بقى، هي دي وصية أمي ليكي؟ يا أخت أمي يا لحمي ودمي،
بقى هو ده الوعد اللي وعدتهولي، إنك هتكوني أمي التانية وتعوضيني فقدان أمي؟ يا خسارة يا خالتي، يا خسارة. بس أنا عمري ما هسامحك ولا هسامح ابنك أبدا. وقتها طلبت الطلاق وقلت له طلقني يا علي. رد بحزن وقال لي لا يا أمل، أنا ما أقدرش أعيش من غيرك ولا سيبك أبدا. بصيت له وقلت له قدرت يا علي بعتني بالرخيص بعد ما اشتريتك بالغالي، ولو عندك ذرة رجولة واحدة طلقني حالا. بصلي بعصبية وقال لي تقصدي ايه يا أمل؟ رديت قلت له قصدي اللي انت فهمته يا علي، انت نزلت من نظري، ومن الآخر كده أنا شايفاك مش راجل. قال لي بقى كده يا أمل؟ طب انت طالق. وقفت قدامهم بكل قوة ودخلت خدت بنتي ولميت حاجتي ومشيت. رحت شقة أمي اللي كانت عبارة عن أوضة واحدة وصالة. دخلت ونيمت سما وفضلت أبكي طول الليل، ببكي على عمري اللي راح مع واحد كنت فاكراه سندي في الدنيا بعد ربنا، طلع ما يستاهلش كل اللي عملته علشانه. وخالة من لحمي ودمي بعتني عند أول محطة علشان أفكار عقيمة في دماغهم اللي ما تقدرش تجيب الولد تبقى أرض بور، ولازم يركنوها ويجيبوا غيرها كأنهم واخدينها تجارة، مش حاسين إني بشر من لحم ودم وبحس زيهم. دول حتى ما عملوش حساب للعشرة والأيام اللي بينا. عدت الأيام وأنا بشتغل كل يوم أكتر من اللي قبله علشان أوفر عيشة كويسة ليا ولبنتي، وخاصة إني قدمت لها في مدرسة ومصاريفها كترت. بس مع شغل البيت وضغط شغلي في المحل ومتابعة بنتي في المذاكرة بدأت أحس بدوخة بتجيلي باستمرار. الأول كنت بطنش وأقول يمكن من كتر الإرهاق والشغل، بس لما زادت الدوخة وبقت تجيلي كل شوية رحت للدكتور وقال لي أسعد خبر سمعته في حياتي، ما كنتش مصدقاه خالص. قال لي إني حامل في الشهر الثالث. فرحت قوي وقتها وسجدت شكر لله وقلت يا ما انت كريم يا رب، كان نفسي الدنيا كلها تعرف وتفرح معايا. ولما افتكرت اللي عملوه فيا حماتي وجوزي قلت خسارة فيهم يعرفوا، وخبيت الخبر عن أي حد علشان ما يوصل لهمش كلام إن حامل. والشهور عدت عليا وبطني ابتدت تكبر ويظهر عليها الحمل. وقتها بعت شقة أمي وعزلت بلد تانية جنب بلدنا، وعشت في شقة إيجار لحد يوم الولادة. وسبحان الله يشاء ربنا إني أجيب ولد. فكرت كتير أرجع، بس قلت في عقلي بلاش يا بت ترجعي لهم وترجعي لنارهم، دول ما يستهلوش، كفاية اللي عملوه فيكي، وكنت بتباتي أيام وليالي وفي قلبك نار من عمايلهم، وعينك بتجيب بدل الدموع دم، ولا صعبتي عليهم ولا حتى هان عليه يبعت مصاريف لبنته علشان مدرستها. وقررت مرجعش بولادي تاني، وبنتي الحمد لله خلصت الابتدائية وكانت من الأوائل. وعافرت وتعبت علشان أربي ولادي أحسن تربية وعلمهم أحسن تعليم، والحمد لله عايشين دلوقتي مرتاحين قوي. وقدرت أخد محل إيجار وبقيت أسوق لنفسي أونلاين كمان. بس أنا ضميري ابتدى يأنبني قوي، خاصة إن ابني بقى عنده 5 سنين وكل شوية يقولي فين بابا يا ماما، اشمعنى بودي جارنا عنده بابا وأنا لأ. وقتها أخدته في حضني وبقيت عايزة أقوله بابا مسافر أو حتى مات، بس ما هنش عليا أقولها لأني مش قليلة الأصل ومش بيجيلي قلب أكدب على ولادي وأبوهم لسه عايش على وش الدنيا. وفي يوم عزمتني واحدة صاحبتي على فرحها أعرفها من أيام زمان وأنا بعزها قوي. اضطريت أسافر بلد أمي وخالتي علشان أحضر الفرح، وسبت عيالي عند جارتي. وهناك سمعت إن علي طليقي بقى معاه 3 بنات من مراته عفاف الجديدة. بقيت أبص للسما وأقول حكمتك يا رب، تشاء إن أجيب ولد رغم مرضي ويأسي وتذله زي ما ذلني، وتخليه يجيب بدل البنت 3 مع إن البنات أكبر نعمة. بس مين يفهم كده؟ في الفرح شفت حماتي قاعدة، حاولت أداري وشي عنها علشان مش عايزاها تشوفني، بس لقيتها بتقرب مني، وشها كبر قوي وملامحها بقت حزينة. بصت لي وقالت لي سامحيني يا أمل، سامحيني يا بنتي، أنا عرفت قيمتك وعرفت إني كنت غلطانة. رديت عليها وأنا كل قساوة الدنيا في قلبي منها وقلت لها بعد إيه يا خالتي؟ للأسف دلوقتي ملهوش لازمة،
وما عادش ينفع خلاص. لقيتها بتعيط وتقولي منها لله عفاف، مطلعة عيني يا بنتي، وليل مع نهار بتقولي كلام يسم البدن، ومش بتعمل أي حاجة، وأنا اللي بعمل كل حاجة. وأول ما أقول لعلي على اللي بتعمله فيا تقعد تتمسكن وتطلع نفسها بريئة. وأنا تعبت قوي يا بنتي وعرفت قيمتك، والله ما احنا كده فعلا، ما نعرفش قيمة الحاجة الغالية ولا بنقدرها إلا لما تروح من إيدينا. رديت عليها وقلت اللهم لا شماتة، بس انتي عارفة يا خالتي إن اللي ظلم ربنا لازم ينتقم ويجيب حق المظلوم لحد عنده، ما هو قانون ومعروف، كما تدين تدان. ربنا ردلك اللي عملتيه فيا وزيادة. روحي يا شيخ الله يسامحك انت وابنك. وسبتها ومشيت، وجبروت الدنيا كله في قلبي منها ومن عمايلها. وبعد ما رجعت لولادي وفكرت مع نفسي بيني وبينكم، قلبي ما بقاش مطوعني أبقى قاسية زيهم وأخبي ابني عنهم أكتر من كده. ودلوقتي حابة أسألكم، يا ترى أقول لطليقي وأخليه يشوف ابنه وأكشف الحقيقة؟ بس أنا بصراحة ما اضمنش لو رجعت بولادي يعملوا معايا إيه، وبقيت خايفة منهم قوي ومن رد فعلهم. ولا أخليني بعيد أحسن وأعيش مرتاحة كده مع عيالي؟ بس أنا حزينة لأن ابني نفسه يعرف أبوه فين ومين. بصراحة أنا محتارة قوي ومش عارفة أعمل إيه. انتوا إيه رأيكم؟ أقول لطليقي على الحقيقة ولا أكمل حياتي بعيد عنهم وعن شرهم؟ هستنى ردكم وآرائكم في التعليقات، وعلى أساسها هاخد قرار.